تمثال الملك زوسر. الملك زوسر أول ملوك الأسرة الثانية، أول ملوك الأسرة الثانية، أو مؤسس الدولة القديمة، لأن إحنا بنعتبر زي ما قلنا إن الأسرة الثالثة الرابعة الخامسة السادسة هو ده عصر الدولة القديمة. تمام؟ الملك زوسر بيقولوا عليه إنه بنى أول هرم في مصر اللي هو الهرم المدرج بسقارة، وعلشان كده هو مؤسس الدولة القديمة. وأنا بقول لا، الملك زوسر يمكن مش هو اللي باني الهرم المدرج بسقارة، لأن احنا تحت الهرم المدرج بسقارة في التنل سيستم أو في شبكة الأنفاق اللي موجودة تحت الهرم لقينا 40,000 آنية من مواد معينة من الحجر مختلفة. ال 40,000 آنية دول عليهم خراطيش أسماء ملوك من عصر الأسرة الأولى والثانية، يعني المنطقة مستخدمة من عصر الأسرة الأولى والثانية. فربما ما يكونش اللي بنى الهرم المدرج أصلا الملك زوسر، ولكن احنا هنمشي على الترتيب بتاع التاريخ ان هم بيقولوا ان الملك زوسر هو مؤسس الدولة القديمة، وبالفعل هو اول ملوك الاسرة الثانية. التمثال دوت معمول من الحجر الجيري الملون، عثر عليه في غرفة السرداب اللي موجودة شمال الهرم المدرج في سقارة، ويمكن ده اللي خلاهم يقولوا ان الملك زوسر هو اللي بنى الهرم المدرج. انا مش بنفي تماما، بقول ربما في ادله بتقول انه ممكن ما يكونش هو صاحب الهرم، ممكن يكون الهرم اقدم منه بكتير، ولكن احنا لقينا التمثال بتاعه دوت في غرفه السرداب شمال الهرم الاكبر، نقلناه هنا للمتحف المصري وحطينا نسخه مقلده في غرفه السرداب. التمثال بيمثل الملك وهو جالس على عرشه لابس العباءة بتاعت الحبست اللي هي الضيقة القصيرة دي، ولابس اللي هي الباروكة، وزي ما احنا شايفين العينين مفقودة لأن العينين كانت تصنع من الكوارتز وكانت بتطعم في التمثال، فاحنا فقدنا العينين. عندنا على القاعدة بتاعت التمثال الألقاب المختلفة بتاعت الملك زوسر، واحنا بنقول ألقاب مش أسماء. الملوك كانوا بيحطوا ألقاب، كل ملك كان عنده 5 ألقاب. من ضمن ألقاب جسر كلمة جسر نفسها لقب، وجسر بتعني الملك اللي نقل الناس من مرحلة إلى مرحلة. الجسر مش احنا بنقول على الكوبري عندنا في مصر جسر، هو جسر. وبعدين عندنا اسم تاني اللي هو نتن، أي الجسد المقدس أو الجسد العزم. ورا التمثال عندنا جزء مهم جدا معروض من الحائط اللي كان بيغطي جدران 3 أدوار بتوع ما يسمى بالمقبرة الجنوبية. في حتة في المجموعة الهرمية هناك في سقارة بيسموها المقبرة الجنوبية، وهي مش مقبرة أصلا، هي مكان لحفظ الأمن، ولكن ما علينا مغطية بالفايانس. شايفين يا جماعة من 3000 قبل الميلاد، الراجل ده كان بيحكم 3000 قبل الميلاد، من 3000 قبل الميلاد المصري بيعرف يعمل فايانس، ويقولوا ما عندوش تكنولوجيا وكان بسيط عامل فايانس. هو عايش لحد دلوقتي احلى من سيراميك كليوباترا اللي احنا بنعمله اهو في الدار. ده بيتعمل بتكنولوجيا، مش بيتعمل كده وخلاص. ده معناه ان المصري كان عنده تكنولوجيا علشان يعمل الفايانس بالالوان الجميله الثابته اللي عايشه 5000 سنه. 5000 سنه. احنا بعد ما بنعمل افخم انواع البورسلين بعد ما بنعمل في شققنا افخم انواع البورسلين كبيره 5 سنين وبيبقى عايز يتغير. بنتكلم في حاجه قاعده 5000 سنه علشان نعرف ان المصريين كان عندهم تكنولوجيا وكان عندهم صناعه وكانوا بيعملوا حاجات احنا ما نعرفش نعملها. ثبت جذورك في التراب فانت باق ها هنا. الارض ارضك يا فتى، هذه البلاد بلادنا.